باب بيتقفل وباب بيتفتح. ماذا ينتظرك في 2026 حسب درجك؟ النجمة بتحكي. في 2026 في باب هيتقفل في حياتك، مش عقاب ولا خسارة، ده علشان باب أقوى يفتح، باب يليق بالنسخة الجديدة منك. النجمة بتحكي، والرسالة دي جاية لكل برج. خليك معايا للآخر، لأن برجك هيعرف باب إيه هيتقفل وباب إيه هيتفتح. الأبراج النارية: الحمل، الأسد، القوس. الحمل: الباب اللي هيتقفل الاندفاع والتسرع، وشخص أو شغل كان بياخد أكتر ما بيدي. الباب اللي هيتفتح قيادة جديدة، فرصة تثبت نفسك فيها من غير ما تبرر لحد. 2026 سنة قوة هادية مش اندفاع. الأسد: الباب اللي هيتقفل علاقة أو وضع كنت مستني فيه التقدير ومجاش. الباب اللي هيتفتح مكانة أعلى واحترام حقيقي في الشغل أو المجتمع. اللي جاي مش محتاج تصفيق، محتاج ثقة. القوس: الباب اللي هيتقفل الهروب من الالتزام وتأجيل قرار مهم. الباب اللي هيتفتح سفر أو خطوة توسع حياتك مادياً وفكرياً. 2026 بتقولك اختار طريقك وكمل. الأبراج الترابية: الثور، العذراء، الجدي. الثور: الباب اللي هيتقفل التمسك بحاجة استهلكتك لمجرد الأمان. الباب اللي هيتفتح استقرار مالي أذكى مش أسرع، خطوة محسوبة تغير دخلك على المدى الطويل. العذراء: الباب اللي هيتقفل الجلد الذاتي ومحاولة إرضاء الجميع. الباب اللي هيتفتح راحة نفسية وحدود صحية. 2026 سنة إنك تختار نفسك من غير ذنب. الجدي: الباب اللي هيتقفل تحمل مسؤوليات مش بتاعتك. الباب اللي هيتفتح نجاح عملي قوي لكن بشروطك. الراحة بتيجي لما تبطل تشيل لوحدك. الأبراج الهوائية: الجوزاء، الميزان، الدلو. الجوزاء: الباب اللي هيتقفل التشتت وكلام من غير فعل. الباب اللي هيتفتح مشروع أو فكرة واحدة تكبر بتركيز. 2026 بتكافئ الوضوح. الميزان: الباب اللي هيتقفل علاقة غير متوازنة. الباب اللي هيتفتح شراكة عادلة، حب أو شغل. الاختيار المريح مش دايماً الغلط. الدلو: الباب اللي هيتقفل العزلة العاطفية. الباب اللي هيتفتح تواصل صادق يغير نظرتك للحب. 2026 سنة القرب بعد طول بعد. الأبراج المائية: السرطان، العقرب، الحوت. السرطان: الباب اللي هيتقفل الماضي اللي بيوجع. الباب اللي هيتفتح أمان عاطفي حقيقي، اللي جاي مش شبه اللي فات. العقرب: الباب اللي هيتقفل السيطرة والشك. الباب اللي هيتفتح تحرر وقوة داخلية. 2026 سنة شفاء مش صراع. الحوت: الباب اللي هيتقفل الأوهام والتعلق. الباب اللي هيتفتح إلهام ونجاح روحي أو فني. لما تصدق نفسك الدنيا تفتح. افتكر دايماً، الباب اللي بيتقفل مش نهاية، ده إعلان بداية جديدة. لو حسيت الرسالة لمستك اكتب برجك في التعليقات واعمل لايك واشتراك علشان الرسائل الجاية. النجمة بتحكي، والكون دايماً ليه خطة أحلى.